والله يا إخواني سأعرض لكم الآن آخر الفيديوهات لتروا أن هذا الشخص كل من سمعه حتى كل من كان معه على البث أيقن تمام اليقين أن وليد إسماعيل لم يكن يعتذر حتى الصغار. لكن هو طبعا عنزة وإن طارت، عنزة وإن طارت. نشوف كده، شوف الناس بتقول له يعني من الواضح أنه لم يعتذر لك، بيقول له لم يعتذر بل يسخر. هو لم يعتذر بل استهزأ بك، حتى هاي ما تفهمها. لا إله إلا الله. شوف يا سيدي بعد كده، شوف الناس بيقول له هذا يا شيخ محمد هو كتبها لك بمعنى الاستهزاء، فقال أعتذر لك صاغرا كتكرار الجملة، يعني أعتذر لك صاغرا. أدي واحدة. شوف الناس كلها بترد عليه، بيقول له يعني أراد استفهاما استنكاريا، واللي تحت بيقول له هو يرد على قولك أعتذر صغيرا بأن الاعتذار من شيم الكبار وليس الصغار. يا ناس اتقوا الله، الغلط على من قال اعتذر صاغرا، لأن المعتذر أذعن للحق ولم يكابر على الخطأ، فلماذا تقول صاغرا؟ يلا شوف. الناس كلها لا حول ولا، ده بيقول له لا لم اعتذر، لا حول ولا قوه الا، بيقول له من باب الدهشه والتساؤل. وبعدين واحد تاني بيقول له واضح انك سقيم ومش عارف صابونك بطيء. ماشي، بيقول له الرجل بيستهبلك اصلا. تخيل كل هذا التهزيء له ونالوا منه، ومع ذلك هو مصمم على الكلام. يعني كل الناس غلط وهو اللي صح، زي برضه كل الناس غلط في النووي وانا اللي صح، كل الناس غلط في ابي حنيفه وانا اللي صح، كل الناس غلط في العز وانا اللي صح، كل الناس غلط في ابن حجر وانا اللي صح. الناس بتقول له هذا نوع من انواع انه ايه، يعني يستنكر عليك. ماشي، والراجل بيقول له لانك قرنت الاعتذار بالصغار. تمام. وهنا بيقول له كل يوم اكتشف انك لا صاحب علم ولا صاحب مروءه، وتبيع الدين بعرض من الدنيا. عندك حق والله يا جزائري اللي كتبت الكلام. شوف بقيه الكلام، ده الموضوع صعب جدا والله يا اخوان. شوف بيقولوا لم يعتذر لك يا شيخ، كرر الجملة مستنكرا لكن بدون إشارة استفهام أو إشارة تعجب. بكتبها له بعد كده يا وليد، بقول له كده بعدها إيه تعجب، واعمل اللي هو الإيموشن، واكتب له كمان أنا أتعجب. شوف واحد بيقول له يا عم قرفتنا بحكاويك ومنكفاتك، وواحد ولا كتب له هو مش حنظلة ده ولا مين كاتب له يعني هو بيستنكر. واحد تاني واحد كاتب له تحت هو بيقول له طلع هذا ذكاء شمس الدين، يعني هذه يعني قواك العقلية. ماشي. واحد بيقول له وليد لم يعتذر اللي قبليه، وده كمان بيقول له. واحد تاني بيقول له لا يا شيخ هذا كثير، وليد لم يعتذر لك. ماشي الحال. واحد تاني كاتب له اللغة العربية تبكي بالزاوية. واحد بيقول له ليس اعتذارا. تمام. واحد تاني كاتب له بيقول له ليس اعتذارا، اهو الرجل لم يعتذر انما يسخر منك يا شيخ لانك قلت اعتذر. شيخنا هو لم يعتذر لك. ابن شمس اكذب على نفسك وصدق نفسك، العب بالعاطفة على البسطاء وليس على المسلمين المثقفين. واحد بيقول له مع احترامي لك، نجيبها تاني بس معلش. واحد تاني بيقول له مع احترامي لك ولكن لاحظت انك ايه، انا عايز اشوفها بس تاني فين، مش عارف اجيبها تاني اهي. يعني بيقول له لا اراك الا متعالما او متكبرا يا ابن شمس مع احترامي لك. طبعا الكلمه بتاعت احترامي لك مع المصريين دي صعبه شويه. يا اخي عيب، هذه ليست من شيم الرجال. استرجل، يعني حتى الناس بتقول له استرجل اهو. واخد بالك، واحد بيقول له هو يعني الاعتذار مش مشكله. واحد كمان بيقول له نفس الحكايه، واحد بيقول له لم يعتذر، واحد بيقول له ما اخبثك الله يكفينا شرك. واحد تاني هو تشوف بيقول لك سحبتهم كلهم الى الواحد. واحد بيقول له لا يوجد اعتذار، هو استفهام. واحد بيقول له وليد ارجل منك، ده قبل ما يقول له الرجوله اهو. واحد بيقول له واضح من المحادثه انه لم يعتذر. واحد بيقول له حسبي الله ونعم الوكيل فيك ان كنت قاصدا الافتراء والكذب. حقيقه هذه حقيقه، كل الناس بتقول له ان ده استفهام ساخر وليس اي نوع من انواع الاعتذار. لكن هو لانه افاك كذاب ويريد استخدام كل شيء لصالح نفسه. شوف واحد بيقول له حتى يا عم افهم مش اعتذار، بيقولها له كده. تمام. يعني شوف اهوت واحد بيقول له اذا كنت رجلا فيمكنك الرد على التعليقات التي تفضحك. يا رجل زادت النرجسيه عندك. والله صحيح صحيح. ماشي. وهو الناس بتقول له ان انت ارتبطت بالفتنه. واحد بيقول له ابو عمر صدق قوله فيك
يعني ان مدخلاتك الدماغيه فيها صعبه، والله مستقبلاتك الدماغيه فعلا واعداداتك العقليه واقواك العقليه فيها شيء ولابد تتعالج. انا اعرف ان في مصحات كويسه في المانيا، روح، وفي يعني زوندر انجبوت، يعني في تخفيضات هناك ممكن تروح. طبعا ده غير الكذب وغير اقتطاع السطر الاخير. فشاء الله سبحانه وتعالى ان يفضحك كما اردت انت ان تفضح الشيخ وليد اسماعيل الدافع، الذي يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدافع عن عرض النبي عليه الصلاه والسلام، ويدافع عن الدين الاسلامي. طبعا انا يعني يكفي هذا خلاص مما عرضته لكم، لأن الفيديو طويل حبتين وأنا لا أريده أن يكثر أو المدة تكثر أكثر من هذا. لكن في النهاية يا أخوانا أنا هقول لكم على حاجة. كان في راجل ماشي في الشارع، راجل تعبان حبتين، وهو تعبان كان في طاقة يعني فتحة كده زي فتحة شباك، فالراجل قال أسند عليها شوية كده، تمام. وبعدين الناس فكرت إن دي جمعية فيها فراخ وفيها سمك بقى وفيها حاجات رخيصة، فأصبح الطابور طويل وراه. فالراجل الكبير اللي هو مستند على الشباك لما استفاق فلقي طابور كبير وراه، فبص كده فقال ايه ده يا ولاد؟ فواحد قال له يا حاج مش دي جمعية وفيها فراخ وفيها سمك؟ قال له يا ابني انا كنت تعبان شوية فريحت وقلت بس استريح واخد نفسي. قال له طب امشي يا حاج علشان الناس تمشي. قال له هم، بعد ما بقيت اول الصف واول الطابور امشي؟ فصدق نفسه. وهذا ما فعله هذا الشخص، انه بعد ما بقى اول الطابور وبقى فيه حواليه الاطفال الذين يعني يقومون بتمجيده وتعظيمه، يقول لك ارجع عن هذا؟ لا، ده عزوه وكبر مقام، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم اهد الضالين من امه الاسلام، واوقف فتنه هذا الالمنجي الحدادي الذي يريد سرقه منهج اهل السنه والجماعه وتغييره وتبديله، واتفق مع عدوك ضد وليك. اللهم اجعلنا سلما لأوليائك حربا على أعدائك، لا كهذا الذي تحول إلى سلم لأعدائك وإلى حرب على أوليائك. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين في القطاع، في السودان، في اليمن، في العراق، في سوريا، في كل أرض يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.